النهارده يا جماعه هنتكلم عن جريمه من ابشع الجرائم اللي ممكن تسمعها في حياتك، جريمه اهتز ليها المجتمع المصري باكمله وخصوصا في محافظه الدقهليه. عمري ما كنت اتخيل ان في ناس ممكن تبقى بقساوه القلوب دي، ومش بس قساوه، ده الكفر بعينه والعياذ بالله. يا ترى ايه اللي حصل في جريمه النهارده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض خلال الفيديو. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. انا محمود طارق وده برنامج الحكايه ببساطه. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في جريمة النهاردة وايه اللي حصل في محافظة الدقهلية. حصل خلافات بين اسرتين عبد المحسن وولاد عمه. كان عبد المحسن متجوز وعنده بنت اسمها مي عندها 16 سنة، وكانت بسم الله ما شاء الله بنت جميلة جدا وكانت في 6 ابتدائي. وعبد الله ابن عمه كان برضه متجوز، وصل بينه وبين عبد المحسن خلافات بسبب 8 قراريط ارض زراعية. طبعا دخلوا في نزاع مع بعض، شويه عبد المحسن يقول ان الارض دي بتاعته هو، وشويه عبد الله يقول ان الارض لا بتاعته هو، والنزاعات فضلت شغاله ما بينهم لحد ما عبد المحسن حط ايده على الارض ووضع يد وخدها ضمها لبقيه ارضه وبقى بيزرعها عادي جدا مع ارضه. طبعا ولاد عمه زعلوا جدا من اللي حصل وحسوا ان هم اتحطوا خلاص قدام الامر الواقع وما بقوش قادرين ياخدوا من عبد المحسن لا حق ولا باطل، لحد ما في يوم من الايام واحد من اخوات عبد الله شاف بنته عبد المحسن مي وهي خارجه من الدرس، فجه في دماغه فكره ان هو يخطف البنت علشان يساوم ابوها عليها ويساومه ان هو يرجع له الثمن قراريط بتاعته. الفكره عجبت اخوات عبد الله جدا وقرروا ان هم يستنوها وهي خارجه من الدرس، وبالفعل استنوها. اول ما طلعت من الدرس بتاعها راحوا جايين خاطفينها وطالعين بيها على البيت بتاعها. طبعا البنت اتاخرت من الدرس يوم والتاني البنت مش ظاهره خالص، لحد ما ابوها بلغ الشرطه وابتدت الشرطه ان هي تتخذ اجراءاتها وابتدت تحقق مع كل الناس حتى مع ولاد عمه. ولكن طبعا هم انكروا كل حاجه وقالوا لهم ان هم ما شافوهاش، وبالفعل الحكومه فتشت بيتهم ولكن فعلا ما لقوش حاجه لان هم كانوا مخبيينها في مكان تاني بعيد خالص ملوش علاقه بالبيت. وبعد الحكايه دي ما حصلت بقى عبد الله كل يوم هو واخواته يتصلوا بعبد محسن ويقولوا له ان هم عايزين ارضهم وعايزين الثمن قراريط بتاعتهم، ولكن عبد المحسن ما كانش بيرضى. عبد الله كان ليه واحد من اخواته ما كانش اتجوز، واثناء لما كانوا محتجزين مي اخو عبد الله ده حليت مي في عينيه وقال لاخوه ان هو لازم يغتصبها علشان يحرق قلب ابوها عليها اكتر. طبعا عبد الله ما كانش موافق في الاول، ولكن مع زن كتير من اخوه عبد الله ابتدى يريح دماغه وقال له البت عندك اعمل فيها اللي انت عايزه. وبالفعل دخل عليها الاوضه واغتصبها اكتر من مره، وكانت مرات عبد الله فرحانه جدا في اللي بيحصل في البنت لان هي كانت واحده ما عندهاش قلب نهائي. اخو عبد الله بعد ما خلص مع البنت طلع بره لعبد الله وطلب منه ان هم لازم يتخلصوا من مي لان هم لو سابوها هتفضحهم وهتبلغ الشرطه. قال له احنا لازم نخلص منها خالص وندفنها في اي مكان محدش يعرف عنه حاجه، وبكده هنبقى خدنا حقنا من ابوها. يعني يا جماعه ما كفاهمش ان هم اغتصبوا البنت، دول كمان قتلوها وذبحوها علشان يتخلصوا منها نهائي ويحرقوا قلب ابوها عليها. وبعد ما ذبحوها جت مرات عبد الله وراحت عامله ابشع حاجه ممكن تتخيلها في حياتك، جابت سكينه وراحت شايله الرحم بتاع مي والمكان اللي موجود فيه العضو التناسلي بتاعها علشان تخفي ملامح الجريمه خالص وتخفي اي حاجه تدل ان اخو عبد الله اغتصبها. وبعد كده راحوا رامينها في الغيطان في مكان بعيد جدا. وبعد 20 يوم الناس اكتشفت ان في جثه مرميه في غيط من الغيطان اللي موجودين. طبعا بلغوا الشرطه والبنت اتحولت للمستشفى وطلبوا الطب الشرعي ان هو يجي يحقق في الجريمه، واكتشفوا ان البنت اللي متقطعه ومرميه دي تبقى هي مي بنت عبد المحسن. طبعا الشرطه ابتدت انها تحقق مع كل الناس اللي موجودين في المنطقه، وابتدوا ان هم يحققوا مع اولاد عم عبد المحسن عبد الله واخوه، ولكن هم انكروا كل حاجه. فضل رجال المباحث يتتبعوا موبايلات عبد الله واخوه لحد ما اتاكدوا وعرفوا ان هم اللي ورا الجريمه وهم اللي عملوا فيها الجريمه البشعه دي. طبعا لما كله وقع اخو عبد الله اتهم مرات عبد الله ان هي اللي قطعت الرحم بتاع مي وهي اللي خرجت احشائها بره علشان تخفي الجريمه. طبعا مرات اخو عبد الله ردت عليه وقالت له ان هي عملت كده علشان تخفي جريمته اللي هو عملها، وبقت تقول لهم الحق عليا ان انا نظفت وراكوا الجريمه علشان محدش يعرف عنا اي حاجه. طبعا ذنبها ايه يا جماعه الطفله دي اللي لسه ما وعيتش على الدنيا ولسه ما تعرفش اي حاجه ان هم يغتصبوها ويذبحوها وكل
ده بسبب مشاكل بين ابوها وولاد عمامه هي ملهاش اي دعوة بيها. كانوا ممكن الموضوع يتحل عرفي ما بينهم، يشوفوا مجلس عرفي او شيخ القرية ويقعدوا معاه ويدوروا على حل في الموضوع، ولكن هما ما عملوش كده ولجأوا للحل الاسهل ان هما يقتلوا مي. طبعا المفروض مرات عبد الله يتعمل فيها نفس اللي عملته في مي علشان تعيش وتحس نفس الاحساس اللي مي كانت حساه، ولكن دول ناس ما عندهمش لا دين ولا رحمة ولا انسانية. ربنا يا رب يرحمها برحمته ويصبر ابوها واهلها على كل اللي حصل فيها. ولحد هنا بيكون فيديو النهاردة خلص. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.